الصفة الأخيرة: وتواصوا بالصبر. لست متوسعا في ذكر أقسام الصبر، ولكن أنبه إلى أنه من أعظم مقامات الصبر ومحافله صبر دعاة البصيرة على ما ينالهم من أذى المخالفين من أقوال أو أفعال أو تحزبات ضدهم. فهذا المقام أو القسم من أقسام الصبر من سلكه من الدعاة فهو موعود بالصبر، موعود بالنصر. ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز؟ أولم تسمعوا بقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ ومن خبر تاريخ الدعوة السلفية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وتتابع النبيون والمرسلون عليها قبله، يعرف هذا أنه ما من داعية صابر إلا نال النصر في حياته، وإن لم يدركه ناله بعد مماته، فأصبح له لسان صدق في الآخرين والذكر الجميل والثناء الحسن. أما من استعجل فإنه لا يستطيع أن يقيم الحجة، بل لا يستطيع نصب سبيل المحجة من خلال تقرير السنة والتوحيد والإيمان من الكتاب والسنة وعلى وفق سيرة السلف الصالح. وأقول: من أخذته العجلة واستبد به الضجر واستولى عليه أعاذنا الله وإياكم واليأس، فأمامه أمران أحلاهما مر. الأول أن يمازج الهمج الرعاع من الناس ممازجة تجعله لا ينكر عليهم إلا بما يشبه الإشارات: يا فلان حرام عليك هذا، والله الله يهديك حرام عليك. فسيكبرونه ويجلونه ويوقرونه وما هم معه حيث حل وحيث أقام، لأنه لا ينكر عليهم، لا يصدع بالحق، إشارات لا تغني عن شيء. والثاني أن يقعد في بيته من المسجد إلى بيته ويقول: أنا لا شأن لي، من ضل ضل ومن اهتدى اهتدى، ما لك وما للناس. فهؤلاء الصنف لن يصيبه أذى. أما من نصب نفسه ضمن ورثة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الميدان،
فلن تضيق به الحال. أولا أن الله يهدي به من هو أهل الهداية. الثاني إقامة الحجة على المخالف، والمنصف يسكت عنه لأنه يرى أن كل ما عنده علم قال الله وقال رسوله قال الصحابة قال الأئمة. نعم. وإذا استوحش لكثرة المخالفين وقلة الموافقين فقد جعل الله له ما يسليه ويشد أزره ويقوي عزيمته، وذلكم أنه يتذكر رفاقا له 4. أتدرون من هم؟ الجواب: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اصطفى الله له رفاقا 4 هم خيار العباد في البلاد: النبيون، الثاني الصديقون وهم المطيعون بإخلاص وصدق بالغون في الصدق والتصديق، الثالث الشهداء، الرابع الصالحون من عباد الله. وهم كل عبد جمع في جميع ما يتقرب به إلى الله من الأقوال والأعمال والاعتقادات بين أمرين هما شرطا قبول العمل، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم.